هات المجموعه الخامسه الله لا يسيئك. الجزائر، السودان، بوركينا فاسو وغينيا الاستوائيه. وعلى فكره المجموعه دي صعبه مش سهله، وافتكروا كلامي لما تبتدي البطوله، خاصه بعد تطور منتخب السودان ومع قوه منتخب بوركينا فاسو اخر فتره. المهم خلينا نتكلم عن محاربي الصحراء، منتخب الجزائر. بيتكوفيتش مدرب الفريق عنده مهمه واضحه وصريحه. اللي حصل اخر نسخه ده ما ينفعش يتكرر. ما ينفعش فريق زي الجزائر يخرج من دور المجموعات. مكانهم الطبيعي ان هم ينافسوا وياخدوا اللقب كمان، خاصه بعد اكتمال عمليه تجديد الدماء. ازاي؟ المره اللي فاتت دخلت لعيبه كتيره جدا مره واحده، وكان اول مره ليهم تمثيل مع منتخب الجزائر في بطوله افريقيا. المره دي الوضع مختلف. عور وفارس الشيبي وعموره ونوري بالفعل اخدوا صدمه البطوله النسخه الماضيه، وهيكونوا قادرين ان هم يفرقوا. حطهم بقى مع الحرس القديم الذهبي هيثمندي وبن سماعيني وعطال وبن ناصر وبغداد، وعلى راس المجموعه النجم الخرافي رياض محرز. حطهم بقى مع لاعبين ممتازين هيلعبوا لاول مره زي انيس موسى وعادل بولبينا وابراهيم مازا، وانضمام كمان لوكا زيدان. يعني بركه زين الدين زيدان مع الفريق ده اللهم ان كان سحرا فابطله. فريق رغم من كبر سن جيل السنغال الذهبي اللي حقق اللقب ضد مصر في 2021، الا ان السنغال دلوقتي كفريق اقوى من الفريق اللي حقق اللقب بالفعل، واقوى من الفريق اللي خرج النسخه الماضيه من الكوتيفوار بضربات الجزاء. وانا هنا مش ببالغ، ممكن اكون بقر وبحقد وبحسد كمان، بس مش ببالغ. ما تيجي نبص على القايمه. ادوارد مندي حارس، هتلاقي في الدفاع كوليبالي الغني عن التعريف، ديوك باك واستهام بتاع الفانتزي، مامادو سار مدافع تشيلسي المعار. ادخل على خط الوحوش، قصدي يعني خط الوسط، ادريسا جانا وحش نادي ايفرتون، بابي سار وحش توتنهام، بابي جاي وحش فياريال، لامين كامارا وده واحد من اهم مواهب الدوري الفرنسي مع نادي موناكو. ادخل على الهجوم، طبعا ساديو ماني، وعارف انكم مش بتحبوا نيكولاس جاكسون بس هو موجود. انداي جناح بتاع نادي ايفرتون، واحد من افضل لعيبه البريمير ليج كله هذا الموسم. اسماعيل صار جناح نادي كريستال بالاس وكابوس نادي ليفربول، وابراهيم مبي موهبه نادي باريس سان جيرمان وابن لويس انريكي البار. شايف بقى الرص اللي رصيناه ده؟ شايف